أهلا بيكم معانا. النهاردة هنغوص شوية في شخصية الفنان أحمد السقا. أهلا بيكي وبالمستمعين. هنعتمد على مقابلتين كانوا لسه قريب، واحدة في تفاعلكم والتانية على العربية في 25 سؤال. تمام. المصادر دي بتكشف جوانب مثيرة للاهتمام، بتجمع بين جرأة الأكشن اللي كلنا عارفينه وتأملات أعمق بقى عن الحياة والموت والعلاقات. فعلا. والمثير هنا هو محاولة فهم التفاعل ده. إزاي شخص مشهور بمواجهة الخطر بنفسه إزاي ده بيتشابك مع قناعاته وتجاربه الشخصية؟ هو ده اللي عايزين نفهمه، التوازن أو يمكن التناقض ده في شخصيته. بالظبط. طيب نبدأ بأكتر حاجة هو مشهور بيها، إصراره يعمل المشاهد الخطرة بنفسه. دي علامة مسجلة عنده تقريبا. هو بيقول إنها موهبة من ربنا، بس لفت نظري إنه قال إنه دلوقتي بيدرسها كعلم عشان ما يبقاش الموضوع تهور. صح. بقى في منهجية مش مجرد جرأة وخلاص. وده طبعا جه بعد إصابات كتير. طبعا. أخطرها زي ما قال كانت إصابة عينه، طلقة في شنك في فيلم الجزيرة. دي كانت خطيرة جدا. فقد بصره مؤقتا بسببها. تجربة أكيد كانت مرعبة. والمواجهة المستمرة دي مع الخطر يمكن هي اللي بتفسر نظرته للموت اللي هي مش تقليدية خالص. إزاي؟ هو مش بيشوفه شر، بيقول عليه الحقيقة الوحيدة. والغريب كمان اهتمامه من هو صغير إنه يحضر دفنات ويتعلم اللي سماها بروتوكولات الدفن. بروتوكولات الدفن يعني إيه؟ الإجراءات بقى، طريقة التجهيز والدفن حسب كل حالة وملابساتها. ده بيوري تقبل عميق للموضوع ده. بس الصلابة دي قدام الموت في موقف تاني بيبين ضعف إنساني مؤثر جدا. اللي هو لما اتكلم عن إنه مقدرش يشارك في دفن صاحبه القريب قوي سليمان عيد. دي كانت لحظة صعبة أكيد. جملته كانت بسيطة قوي بس معبرة: هدفنا نفسي. دي لوحدها بتوضح قد إيه الصداقة عنده عميقة. تمام. وإن العلاقات الإنسانية ممكن تكون أقوى من أي استعداد فلسفي للموت. بالظبط. وده ياخدنا لحاجة تانية، نظرته لشغله وحياته. لما حد بينتقد موهبته هو بصراحة بيعترف. قال إنه ممكن ما يكونش أكتر واحد موهوب. ولكنه من أكتر الناس اجتهاداً. الإصرار ده على الشغل باين في كل حاجة، من دراسة المشاهد الخطرة لتقبل النقد عشان يحسن أدائه. زي موضوع مخارج الحروف أو استخدام الإكسسوارات بتركيز أكتر. صح. وبالنسبة بقى لحياته الشخصية، كلامه كان متحفظ شوية بخصوص فكرة الجواز تاني بعد انفصاله الأخير. واضح إن الأولوية دلوقتي للأولاد، قالها صريح. ده حقيقي. ودايماً الناس بتتكلم عن صفة الجدعنة اللي مرتبطة بيه. الجدعنة دي كلمة مهمة في مصر، شهامة ومروءة وكده. وهو عارف ده كويس، لدرجة إنه بيهزر ويقول أنا هدفن نفسي بسبب السمعة دي. طيب والجدعنة دي بتظهر إزاي كمان؟ فإنه بيبادر يحل أي خلاف مع زمايله، مش بيحب القطيعة. يروح ويتكلم ويعتذر لو هو غلطان. دي حاجة كويسة بصراحة. المواجهة أحسن. أكيد. المقابلات دي كمان ورتنا اهتمامات تانية عنده، حاجات يمكن مش كل الناس عارفاها. زي إيه مثلا؟ حبه للشعر العامي، بالذات أحمد فؤاد نجم وصلاح جاهين. وطبعا عشقه للخيل، عنده 12 حصان للفروسية. موضوع الخيل ده معروف عنه. وبيقول إن قيمة الحصان في اللي بيعمله مش بس في سلالته. وفي نقط كمان لفتت نظري، تعليقه على ظاهرة نمبر 1. قال إيه عنها؟ شايفها مجرد لقب الفنان بيختاره لنفسه، ومش شايف فيها مشكلة طالما ما فيهاش تقليل من حد تاني. رأي متوازن. طب وعمليات التجميل للرجالة؟ برضو رأيه كان فيه توازن، شايفها مقبولة لو بتصلح عيب بيسبب أذى نفسي. لكن الأساس إنها للسيدات. بالظبط، ده حسب كلامه. في تفصيلة صغيرة كده بس ظريفة، بتكشف حتة من شخصيته، اللي هي رغبته إنه يشيل كلمة معلش من القاموس. ليه بقى؟ شايف إنها كلمة مش كفاية، مش بتبرر الغلط أو الأذى. رافض فكرة التهاون في تحمل المسؤولية. بالظبط كده. ودي نقطة ليها صدى في ثقافات كتير، إن معلش دي أحياناً بتبقى اعتذار مش كافي أو هروب من المسؤولية. إذن نقدر نقول إن الصورة اللي بتتكون عندنا من المصادر دي هي لشخصية متعددة الأوجه، أكتر بكتير من مجرد نجم أكشن. تمام. بنشوف فنان مجتهد جدا، بيواجه الخطر بس بجرأة محسوبة، وفي نفس الوقت صديق وفي لأبعد درجة
وأب عيلته هي كل حاجة عنده. وشخص عنده تأملات وجودية كده عن الحياة والموت والمسؤولية. التوازن ده بين الصلابة اللي بنشوفها والعمق العاطفي اللي جواه هو ده اللي بيخليه مثير للاهتمام فعلا. فعلا، اللي بيبرز هو إنسان بيقدر قوي الشغل الجاد والصداقة الحقيقية والمسؤولية، وفي نفس الوقت عنده نظرة فلسفية وواقعية لتقلبات الحياة ونهايتها الحتمية. ويبقى السؤال اللي ممكن نفكر فيه بعد كل ده، يا ترى تجارب الاقتراب المتكرر من الخطر الجسدي دي ممكن تشكل نظرة الواحد للحياة وقيمتها ازاي؟ وإزاي بتخليه يقدر العلاقات الإنسانية أكتر؟ بالظبط. التفاعل ده بين المخاطرة في الشغل والتأمل الشخصي هو يمكن أهم حاجة نطلع بيها.